بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حساسيه المريء. هو في حساسيه للمريء زي ما في حساسيه في الصدر وحساسيه الجيوب الانفيه؟ المشكله ان المرض ده ما بيتشخصش بسهوله، لان مشكلته ان لما بيحصل حساسيه في المريء العيان بيجي له اعراض زي صعوبه البلع وبتعدي بتروح وتيجي. مشكلتنا في المرض ده احنا بنشخصه متاخر بعد ما يكون حصل مشاكل في المريء وضيق في المريء. النهارده هحكي لكم حكايه مدام نعمه. مدام نعمه كانت قاعده تسمع في الراديو، قالوا لها سمعت في الراديو ان لو خدنا فصين توم الصبح ده بيساعد على ان احنا ننزل الكوليسترول ويظبط الضغط. فقالت طب ما ايه المشكله ان اعمل كده، وفعلا بلعت فصين الثوم. بلعت فصين الثوم، حسوا ان فصين الثوم واقفين في نص صدرها، وقعدت ترجع لمده 3 ايام لا عارفه تاكل ولا تشرب. بعتوها لنا في مركز المناظير نشوف فيه ايه، فدخلنا بالمنظار نشوف فيه ايه. لما دخلنا بالمنظار زي ما حضراتكم شايفين كده لقينا الفصين توم موجودين وفي ضيق في نص المريء، وفصين الثوم ما بيعدوش منها. فبالتالي احنا كده عندنا ضيق، وفي الفصين الثوم دول هم اللي كانوا سادين المريء بيطلعوا وينزلوا. دخلنا مسكنا فصين الثوم زي ما انتم شايفين بجهاز الفورين بادي فورسبس اللي هو بيمسك الحاجات. زي ما انتم شايفين كده وانا طالع بفص الثوم لقيت ان في ضيق برضو اعلى المريء، بس ضيق بسيط عدينا منه بفصين الثوم، بفص الثوم الاولاني طبعا. وبعد كده دخلنا جبنا فص الثوم التاني، مسكناه بالفورين بادي وطلعنا بيه زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه بقى ان احنا نفحص المنطقه اللي حصل فيها الضيق دي، ان نخلي حتى فصين الثوم ما يعدوش من المريء. زي ما انتم شايفين كده لقينا فيه ضيق بصراحه شكله ما يطمنش، فانا شكيت لا قدر الله ان يبقى فيه ورم بعد الشر في المنطقه دي. فدخلنا خدنا عينات من الورم دوت او من الضيق دوت او من القرح دي عشان نستبعد وجود اورام. الحمد لله العينه طلعت مفيش اورام، بس في خلايا حساسيه عاليه جدا، فده خلانا نشك او نشخص مرض ايزونوفيليك اسوفاجيتس او حساسيه المريء. حساسيه المريء هو مرض محتاج ان احنا نشك فيه ونفكر فيه. امتى افكر فيه؟ مريض بيشتكي من صعوبه بلع، وخصوصا الاكل بيقف ما بينزلش لازم ابلع بميه. ساعتها ببتدي اعمل له منظار واخد عينه من المريء، واطلب من دكتور الانسجه يعد لي خلايا الحساسيه اللي هي الايزينوفيلز جوه المريء. لو عددها اكتر من 15 يبقى احنا كده عندنا تشخيص حساسيه المريء. هل هو المرض ده خطر؟ المرض ده لا مش خطر، بس مهم ان احنا نشخصه بدري عشان ما نواجهش المشاكل بعد كده. مرض حساسيه المريء هو مرض مزمن، هو عباره عن حساسيه بتحصل في المريء تؤدي الى تليف بعد كده. هو التليف ده بيحصل قد ايه؟ بيحصل بعد فترات طويله لنتيجه عدم التشخيص وعدم اخذان العلاج. هل المرض ده نادر؟ لا، الدراسات بتقول ان هو من 13 ل 49% كيس لكل 100,000 كيس. يعني المرض موجود بس احنا ما بندورش. امتى نشك فيه؟ واحد بيقول لك انا عندي صعوبه في البلع، واحد بيقول لك ان عنده الاكل بيقف ما بينزلش، او واحد يقول لك ان انا عندي الم في صدري بيجي لي حتى لو انا مش ببلع، والالم ده ما يبقاش الم صدر او الم امراض قلب. ببساطه زي ما قلنا هناخد عينه ونشخص المرض ده. طيب المرض ده لو ما اتشخص لقينا ان احنا في عندنا خطوره ان كل 10 سنين بيعدي من غير ما ناخد علاج للمرض ده بيؤدي الى حدوث ضيق في المريء او يحصل ستريكتشر او يحصل ان الحته دي تتليف، فما تتليف تضيق فالاكل ما يعديش منها، نضطر نعمل توسيع بالمنظار، والحالات المتقدمه نضطر نشيل المريء. فمهم ان احنا نشخصه بدري. ببساطه المرض ده بيحصل نتيجه خلايا التهابيه بتبتدي تمسك في خلايا المريء وتبتدي تزود خلايا الالتهاب فيها. مع مرور الزمن يبتدي يحصل تليف في المنطقه دي. الخلايا الالتهابيه هم 3 أو 4 خلايا دول اللي بيبتدوا الموضوع، فالفكره ان احنا نحاول نعالج الموضوع ده قبل ما يحصل التهاب مزمن. طيب ايه خطوره المرض ده؟ ان احنا تقريبا عندنا 5% زياده في موضوع ان يحصل تليف في المريء لو ما المريض ما اتشخص، والنسبه دي بتزيد ل 9% كل سنه لو ما عالجتش المريض فبيبتدي يحصل ضيق. وفي دراسات بتقول ان الناس اللي حصل عندهم اوريدي التهاب مزمن في المريء وحصل انسداد 20% منهم بيزوروا الطوارئ تقريبا كل سنه، فبالتالي بيتعرض لمشاكل اكتر سواء توسيع بالمريء سواء جراحه. امتى اشك في امراض اللي عندهم حساسيه مريء؟ بالنسبه للاطفال المريض اللي يقول لك ده بيرجع كتير، ده عنده ارتجاع كتير، ده الاكل بيقف، ده الولد مش رافض الاكل، الولد ما بيزيدش في الوزن. كل الحاجات دي تخلينا نشك في الاطفال او الرضع ان هم يبقى عندهم المرض ده. طب في الكبار نفس الكلام، بس بيزيد عليه ان المريض يجي يقول لك انا عندي صعوبه في البلع، او انا لما باخد الميه بزق الاكل، فده برضو يخليك تشك. ويبقى مصاحب ليه امراض حساسيه تانية، لان المرض ده مرتبط بامراض حساسيه، لان الحساسيه اللي بتيجي في المريء زي الحساسيه اللي بتيجي في الجسم كله. الدراسات بتقول ان عندنا الناس اللي عندهم حساسيه انف من 57 ل 70% عندهم حساسيه مريء. الناس اللي عندهم حساسيه للطعام من 24 ل 68% عندهم حساسيه مريء. الناس اللي عندهم ازمه في صدرهم من 27 ل 60% عندهم حساسيه مريء. والناس اللي عندهم حساسيه في الجلد، وخصوصا يقول لك انا باكل اكل زي الفراوله او الموز يطلع لي حساسيه، برضو دول من 6 ل 46% عندهم حساسيه مريء.
فمهم قوي المريض اللي بقى عنده حساسيه في حته تانية يخلينا نفكر يكون عنده حساسيه مريء ولا لا. طيب احنا بنشوف ايه بالمنظار؟ بنشوف حاجات في الاول وحاجات متاخره. اول حاجه ناخد بالنا منها، ممكن المنظار يبقى سليم خالص، فعشان كده لو المريض بيشتكي حتى لو انت شايف المنظار سليم خد عينات عشان تستبعد وجود الحساسيه. يبتدي يحصل تورم في خلايا المريء، ودي بتبان بالمناظير الهاي ديفينيشن زي الصوره اللي على الشمال كده، بدايه تورم في خلايا المريء. الحاجه الثانيه ان يبتدي يحصل حاجات صغيره زي النقط البيضاء، زي الخراريج الصغيره كده اللي بتطلع في الجلد بس بتطلع جوه المريء. الحاجه الثالثه نلاقي خطوط بالطول كده جوه المريء عامله زي التهاب بيسموها فاروس. دي الحاجات اللي ايه اللي في لسه في الاول. طب الحاجات اللي بدا يحصل فيها دي، يبتدي تلاقي المريض ده عنده رينجز دي يعني عامله زي الدواير دواير جوه المريء، فدوت بيخلي الاكل ما بينزلش بسهوله، ده كانه بيتزحلق على درجات سلم. او ان يبتدي يحصل دي، ودي الحالات اللي بتبقى متاخره شويه ومحتاجه علاج مكثف. طيب ايه طرق علاج حساسيه المريء؟ احنا عندنا طرق بسيطه كنا بنستخدمها زمان ودلوقتي بقى في طرق جديده. اول حاجه بنستخدمها ادويه المعده العاديه. لقوا ان الناس اللي بياخدوا ادويه المعده بيتحسنوا جدا على موضوع حساسيه المريء حتى لو هو ملوش علاقه. تاني حاجه الكورتيزون الموضعي، بندي كورتيزون موضعي جوه المريء، بيتحط على معلقه عسل او زبادي او او جيلي، حاجه تخليه ايه املس بيقعد وقت طويل وهو نازل عشان يبتدي يعالج المريء. وان انا ببساطه ابعد عن الحاجات اللي بتعمل لي حساسيه، زي بالظبط لما عيان الصدر او عيان حساسيه الجلد لما تبعد عنه الحاجات دي حساسيه المريء بتروح. المشكله ان احنا لما بندي العلاجات دي العيان بيتحسن جدا، نبطل العلاجات دي نلاقي المريض رجع تاني. عشان كده مهم ان احنا نتابع المريض اذا كان المرض رجع ولا لا. ليه الكلام ده؟ عشان ما يحصلش تليف بعد كده. طيب لا قدر الله حصل ضيق في المريء، احنا عندنا طريقتين او ثلاثه لتوسيع المريء دوت. يا اما ببالونه بنخش في الحته الضيقه بالمنظار ونعدي بالونه وننفخها بمقاس اكبر من مقاس الضيق، فالمريء الجزء السطحي بتاعه يبتدي يحصل له قطع صغير، فبالتالي الدنيا توسع فالمريض يعرف ياكل ويشرب. ودي الطريقه اللي احنا بنستخدمها. او بنحط كاب على المنظار، بوجيه كاب، ونوسع بيه الحته الضيقه دي. الحاجة التالتة ان لو قدر الله لو الضيق ده شديد جدا وما يستجيبش للتوسيع بالمنظار، هنضطر لا قدر الله نشيل المريء وبنعمل نسحب جزء من المعدة فوق. عملية غلسة والمريض بيبقى مشاكلها كتير، بس ده الحل لما نوصل للمراحل المتأخرة، وللأسف احنا بنشوف المراحل المتأخرة ما بنشوفش المراحل البدري. طيب لا قدر الله لقينا مريض عنده ضيق في المريء وعنده حساسية مريء وبدأنا نوسعه، لقينا المريض ده بيتكرر معاه الموضوع تاني، او المريض ده بنديله العلاج يتحسن نبطل علاج يرجع تاني، فلازم علاج مينتننس. احنا ادينا علاج في حاجه علاج ان هو يبتدي العلاج يقلل الاعراض، تبطل علاج المرض يرجع. فالمهم قوي ان انا اعمل مينتننس يعني ان انا اتابع ان المريض ما يحصلوش حساسيه. عشان كده بداوا يخترعوا دلوقتي علاجات جديده، هو العلاج البيولوجي. يعني ايه علاج بيولوجي؟ كلمه بيولوجي كلنا بناخدها، ولادنا بياخدوا بيولوجي اللي هو علم الاحياء. بيولوجي يعني علم الاحياء. فالعلاج البيولوجي هو علاج معمول في خلايا حيه، خلايا بكتيريا، خلايا فيروس، بحيث ان احنا ندي العلاج ده يسيطر على المرض. طب المرض ده بيبتدي ازاي؟ خلايا بيبتدي يحصل فيها التهاب في المستقبلات دي زي مفتاح الباب، تفتح الباب فالخلايا الالتهابات تخش تبتدي تعمل التهاب. طب ما نقفل مفتاح الباب من الاول. ببساطه العلاج البيولوجي ده حاجه بتروح تمسك زي ما انتم شايفين كده، تمسك فيه النسيج اللي بره، المفتاح اللي بيدخلنا الخلايا تمسك فيه، يجي خلايا الالتهاب تشتغل تلاقي الباب مقفول، تيجي تفتحه ما بيفتحش، فبالتالي المريض ايه ما بيحصلوش الالتهاب، بالعكس يبتدي الالتهاب واحده واحده يقل يرجع طبيعي. فبالتالي بمنتين المريض على علاج يحافظ لي على جدار المريء، فبالتالي ما يحصلش التليف. بنمشي على العلاج ده فتره لحد ما المريض يخش في التئام، والالتئام ده ناكده بالمنظار ان انا بعد برضو عدد خلايا الحساسيه جوه المريء، يبقى كده انا وقيت المريض انه يحصل له مشاكل في المستقبل. فمهم قوي زي ما شرحنا النهارده حساسيه المريء نبتدي نفكر فيها امتى، نشك فيها امتى. زي ما قلنا التشخيص منظار وعينه، حتى لو المنظار سليم وانت شاكك ان المريض ده عنده خد عينه عشان تستبعد حساسيه المريء. لو في حساسيه نبتدي علاج ونمنتين عشان ما يحصلش ضيق بعد كده، ما نقابلش ناس عندها 40 و50 سنه وعندها ضيق وبالتالي مشاكلها بتبقى اكبر، في حين ان انا لما اشخصه بدري وابتدي علاج معاه بدري انا بقي من كل ده. زي بالظبط مريض حساسيه الصدر، مريض حساسيه الصدر لما اكتشف بدري وابتدي ياخد بخاخاته بدري ما يخشش في سد رئويه لما يكبر، على عكس مريض الحساسيه الصدر اللي ما بياخدش علاج اصلا بيخش في سد رئويه بنسبه كبيره، لان المرضين زي بعض، هو نفس المكان، التهاب بيحصل يا اما في خلايا الصدر يا اما في خلايا المريء. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وشرح لكم يعني ايه حساسيه المريء، ونأوير الناس او نعرف الناس بمرض ناس كتير ما بتفكرش فيه، ناس كتير ما بتدورش عليه، وللاسف احنا بنقابل مشاكله اكتر ما بنقابله هو شخصيا.